السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء كانت بتتكلم مع طليقها بتقول له انت ما عملتش الفيديو ليه اللي اتفقت معاك عليه؟ فطلع قال لها ازاي انت طلعتي وتقولي على المتابعين بتوعك وازاي تتكلمي في الموضوع ده؟ قالت له مش انا قايله لك هاخد رأي متابعيني؟ قال لها انا ما خدتش بالي من الجملة دي. انت كده يعني قصده طالع مرعوب وطالع خايف، وانت كده انا هيدمروني وهيدمروا عيلتي وهيموتوني، ترضي ان عيالي يتيتموا؟ كلام ايه ده يعني سيادتك لما كنت بتقول لمدام هناء سامحيني وعاوز ارجع لك واردك، كنت ناوي ترد مدام هناء في السر يعني؟ هو حضرتك لما ترد مدام هناء مش قدام الدنيا كلها؟ مش كل اللي انت خايف منهم دول اللي انت بتحكي عليهم دول هيعرفوا ان انت رديت مدام هناء ولا مش هيعرفوا؟ ولا حضرتك كنت عارف ان مدام هناء قلبها طيب وهتقول لها كلمتين وهتراضيها بكلمتين وترجع لها في السر؟ حاجة غريبة والله. اولا مدام هناء اصلا ما بتعملش حاجة غير لما بتاخد رأي متابعينها. ثانيا مدام هناء عمرها ما يخطر على بالها حتى ولا تفكر انها ترجع لحضرتك في السر. وترجع لحضرتك في السر ليه ترجع لحضرتك في السر؟ مدام هناء بتاعت دلوقتي غير مدام هناء بتاعت زمان. بصي يا مدام هناء، مدام هو عاوز كل حاجة في السر كده يبقى الموضوع مش في حاجة غلط، يبقى في تمثيلية بتتمثل عليكي. انا لو منك يا مدام هناء لا اكلمه ولا ارد عليه، اقفل الموضوع وخلاص، الموضوع انتهى على كده. وربنا يعمل اللي فيه الخير يا رب يا مدام هناء، ربنا يعمل اللي فيه الخير ويبعد عنك اي حاجة وحشة يا رب، ربنا يبعد عنك اي حاجة وحشة يا رب يا مدام هناء. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.